إمام عاشور لاعب محترم وأصغر مني على فكرة، وأنا عارفاه من صحاب مشتركين. هو شخصية جميلة ومحترمة الحقيقة. هو حد جميل جدا، جميل جدا، حد عامل فينير وبتاع، جميل جدا، كلنا اصحاب واخوات وحبايب. بس في تسريب طلع كده خلاها تغير رأيها، ما تيجي نسمع. وراني الشتات اللي ما بينه وبين منى فاروق وقال لي نمت معاها مره، كنت بنام معاها في رمضان، يعني المره دي نمت معاها في رمضان وكانت برد حصرين ما نمتش معاها، كانوا البنت اللي ساعتها بتطالبني، يعني حوار منى فاروق. وراني الشتات على الموبايل بتاعه بيتفشخر قدامي ان انا بتكلم بقى ممثلين وبعوز اجراءات لا اكبرها. حتى الكابتن محمود الخطيب عارف، كابتن محمود الخطيب كلم كابتن خالد بيبو، كابتن خالد بيبو قال له انا عملت اجتماع للعيبه واللعيبه قالوا احنا مسيطرين على الموقف والبنت ما تقدرش تعمل حاجه. عارف امام عارف ان انا جبانه ان انا اطلع السوشيال. الخطيب عارف وقال لي خالد بيبو وقال له اللعيبه مش عارف ايه. ما تيجي نشوف بقى ردها بقى امام اللي كان جميل ده، بعد بقى ما الوليه دي قالت مش عارف انت ردت قالت ايه. حتى منى ما عجبتوش وكانوا مع بعض في رمضان، واستغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لعيب الكوره ده ما بيتحاسبش ليه؟ لعيب الكوره ده انا ما كنتش مصاحباه، انا كنت مرتبطه بيه وهنتجوز، بس انا ما بحبش العيال الصغيره. كان بيجري ورايا فقلت خلاص اعمل فتره خطوبه، ولما اكتشفت ان هو بتاع نسوان وقليل الادب وبيشرب حاجات مش ولا بد سبته. طبعا انا واحده ما عنديش غير اخلاقي، ما لقيته بيشرب حاجات وش ولا بد دي سبته. انا ما سبتوش بقى عشان خاطر بقى هو مش عارف ايه وبتاع، لا سبته بقى عشان ما تيجي نسمع كانت بتقول عليه ايه. إمام عاشور لاعب محترم وأصغر مني على فكرة، وأنا عارفاه من صحاب مشتركين. هو شخصية جميلة ومحترمة الحقيقة. اتنين مالهمش امان، اتنين الفرامل والنسوان. انا قلتها لكم اهي. بص الوليه غيرت كلامها عنه في ثانيه، غيرت كلامها عنه في ثانيه. بعديها بقى جه النهارده، يعني ما كناش عارفين هو مين الحقيقه، مش عارف، بس النهارده بقى قاعد يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب الينا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا وانكروا ما فعلنا على خير. حسبنا الله في من اذانا، حسبنا الله في من تملى علينا وافترى، حسبنا في من تحدث عنا بكل سوء ومن فعل ما يطفينا، حسبنا الله في من كذب علينا ومن ادعى اننا ظالمون. الحقيقه فين؟ انت تقول لي في التعليقات بقى بعد اللي انت سمعته ده كله. انزل ادينا لايك متين، شارك في قناه الجرس وفعل لكل الحلقه في كل مكان، وقول لي في التعليقات انت شايف الحقيقه فين. سلام.